اهلا وسهلا بكم معانا في قناه كودينج بايبل. النهارده هنتكلم عن الماتشر او اليو ار ال ماتشر في الانجولار راوت، اللي هو ايه بقى. فاكر في الفيديو رقم 55 اللي اتكلمنا فيه عن الوايلد كارد، وقلنا ان ممكن تعمل وايلد كارد في التشيلدرن زي ما احنا عاملين هنا في التشيلدرن بتاعه البرودكت. تمام، بس كان عندنا مشكله، وهي انك لو كتبت الوايلد كارد بعد دايناميك راوت زي ده هتلاقي ان الدايناميك راوت بلع الوايلد كارد. يعني ايه بلع الوايلد كارد؟ يعني اي باص هيجي بعد برودكت سلاش هيخش على الاي دي وعمره ما هيوصل للوايلد كارد. وقلنا حل المشكله دي ان احنا نستخدم ماتشر، هنا كده ماتشر او جارد. واحنا النهارده هنشوف ازاي نحل الموضوع ده بالماتشر. بس الاول تعالى نشوف ايه هو الماتشر عشان نفهمها. لو دخلت على الماتشر هتلاقي ان الماتشر ده عباره عن يو ار ال ماتشر او نوعه يو ار ال ماتشر. لو دخلت عليها هتلاقي اليو ار ال ماتشر عباره عن سيجمنت او عباره عن فانكشن. الفانكشن دي فيها 3 انبوتس، سيجمنتس وجروب وراوت. احنا مش هنتكلم عن الاثنين دول لان دول حالات متقدمه شويه، مش هنتكلم عنها دلوقتي. اما هنتكلم عن السيجمنتس اللي هي 99% من الاستخدام بيكون عليها. والفانكشن دي بترجع يو ار ال ماتش ريزلت او نل. واليو ار ال ماتش ريزلت دي عباره عن اوبجكت من تو بارامترز الكونسيومد والبوث برامز. ما تقلقش هنفهم كل ده. انا عارف ان في حاجات كتير بالنسبه لك دلوقتي مبهمه، انت مش فاهم حاجه، بس ما تقلقش هتفهمها وهنشرحها كلها النهارده.